كلامنا النهارده هيكون عن الزيوت الطبيعية اللي البنات والسيدات بيستخدموها كعلاج لتساقط الشعر. الحقيقة إن الزيوت الطبيعية دي زي مثلا زيت الزيتون، زيت الخروع، زيت الجرجير وغيرها كتير، مفيش دراسات علمية كافية اتعملت عليها علشان نقدر نحدد مدى فاعليتها كعلاج لتساقط الشعر من عدمه. ده غير اننا ما نقدرش نحدد مثلا تركيز الزيت المطلوب، درجة نقائه، الجرعات المستخدمة قد ايه. كل دي حاجات مبهمة بالنسبة لنا، علشان كده انا كطبيب جلدية ما اقدرش انصح حد بيها كعلاج لتساقط الشعر. مش بس كده، ده كمان ممكن الزيت ده يكون غير ملائم لطبيعة فروة راسك، فيزود الدهون على سطح الجلد، وبالتالي هيزود من ظهور القشرة، وهيعتبر بيئة مثالية لنمو الفطريات والبكتيريا وحدوث الالتهابات. علشان كده لو انت بتعاني من تساقط شعر، يبقى الافضل انك تستشيري طبيب جلدية متخصص علشان يحدد نوع التساقط وسببه، ويوصف لك العلاج المناسب ليكي انت، لانه مفيش علاج هيناسب كل انواع التساقط، ولا في علاج واحد يناسب كل الحالات. تابعينا علشان تعرفي كل جديد. دمتن جميلات.